خليك معايا وهخليك تسمع حاجات اتحداك انك تكون تعرفها قبل كده. في سنة 1518 حصلت حاجة اسمها هستيري الرقص في فرنسا. اكتر من 400 شخص خرجوا يرقصوا في الشوارع، مش حفلة على فكرة، كانوا بيرقصوا غصب عنهم. كانت حالة من الهوس العصبي او تنويم الجماعي. فعلا بتخسر كل يوم 1 سنتي من طولك بسبب ضغط الجاذبية، وطولك بيرجع تاني اول لما تيجي تنام. تعرف ان جسمك فيه دهب؟ جسم الانسان بيحتوي على 2/10 مللي جرام من الدهب، ومعظمه بيكون في الدم. انت تعرف ان اغرب محاكمة في التاريخ كانت على فيل اتحكم عليه بالاعدام واتعدم بالكهرباء. تعرف ان العالم كله كان على بعد خطوة واحدة بس من الانقراض. الكلام ده كله كان سنة 1983. في زمن احنا بنصور في المريخ ونعرف شكل سطح القمر بالتفصيل، ده غير اللي فيه اقمار صناعية في كل حتة. بس في سؤال غريب بيجي في دماغ كل واحد فينا، هو في اماكن على كوكبنا محدش لسه شافها؟ الاجابة الصادمة ايوه صاحبي، كوكب الارض لسه في اماكن محدش قدر يوصل لها ولا حتى يستكشفها بالكامل، زي غابات الامازون، اكبر غابة استوائية في العالم وفيها مناطق مفيش انسان دخلها. بيقولوا ان في اجزاء منها مش متسجلة اصلا على الخريطة. ده غير اكتر سؤال بيثير الجدل في العالم حاليا، تحت الجليد في القطب الجنوبي. يقول لك ان في بحيرات كاملة مدفونة تحت الجليد من آلاف السنين ومحدش لمسها، وممكن يكون في كائنات او اسرار عمرها ملايين السنين ما نعرفش عنها حاجة. صديقي من وجهة نظرك كده تفتكر ايه اللي بيكون موجود هناك مثلا؟ خش يا صاحبي على اللي بعد كده، ودي برضو اي بني ادم طبيعي لازم يحس بكده. طب ايه هي؟ بص، ليه دايما لما الكهرباء بتقطع او تكون في اوضه ضلمه بتحس ان في حد بيراقبك؟ العالم كله بيحس بكده، حتى الاطفال عمرهم شهور برضك بيحس بكده. طب ازاي؟ بص يا صديقي، العقل البشري بيكره الفراغ وبيكمل الصور لحسابه. المخ بيخلق احتمال وجود خطر في الضلمه حتى لو مفيش دليل، وده نابع من غريزه البقاء. بس كده يا صديقي، لو عايز جزء تاني من المعلومات الصادمة اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.